شفتوا الطينه دي؟ ضربت في دماغي بقى ان انا اعمل من الطينه دي مج اشرب فيه، واحلى حاجه ان انا هعمل مج خاص بيا اشرب فيه. قلت بقى اعجن الطينه كويس عشان احولها لمج، وهوب بقى عملت المج. بصوا شكله عامل ازاي، ناقص بقى اليد بتاعته، ولسه بقى بفكر ان انا هصمم عليه شكل يكون حلو قوي ويعجبني. طبعا بقى عملت اليد، يلا بقى نركبها، بجد متحمس. وبكده بقى ركبت اليد والحمد لله بقى شبه المج خلاص، مش ناقصه اي حاجه. وهنبتدي بقى نعمل الشكل عشان نحطه جوه المج. ما تستغربوش يا جماعه ايه ده، بس هتعرفوا في الاخر ايه البتاعه دي. قلت بقى الونها باللون الابيض، اكيد انتوا عرفتوا دي ايه، بس هتعرفوا برضو في الاخر. ابتديت بقى ان انا الزقها جوه المج. انا كده بقى يا جماعه بينت ده ايه ده، بس انا يعني قلت بقى ازغرفه بقى من بره بالاشكال الحلوه دي عشان انا بحب الاشكال دي. وعملت بقى اشكال الاشباح دي، بجد شكلها كيوت جدا، وحبيت ان انا اكترها جوه المج. ما شاء الله بقى شكله حلو. يلا بقى نعمل اليد باللون الاسود، وبجد كنت متحمس قوي ان انا اعمل حاجه ليا لنفسي اشرب فيها حاجه، والحمد لله كده خلصته خالص. بجد فخور بنفسي. شاطر يا مصطفى، انت جامد. يلا يا جماعه بقى سلام.